رمضان مش بس صيام، رمضان بركة بتدخل البيوت قبل ما يدخل الشهر. أول التحضيرات دايماً بتبدأ من المطبخ، نرتب ننظف ونشوف البيت ناقص إيه. الخضار يتغسل ويتقسم والفواكه تتحضر، والحاجات الأساسية تبقى جاهزة عشان ما نتلخبطش وقت الصيام. مش شرط نجهز كل حاجة مرة واحدة، بس خطوة خطوة على قد طاقتنا. وبرضه رمضان مش عزومات ولا سفر، رمضان لمة وترتيب وهدوء في القلب. وأجمل حاجة إن التحضيرات نفسها بتخلي للبيت روح، وتدخل الفرح قبل الأذان. اللي جاهز بيته برضا رمضان عنده بيبقى أخف وأحلى. رمضان مش لازم يبقى صرف كتير ولا ضغط على البيت، بالعكس التوفير في رمضان مش حرمان، ده عقل وتدبير. رمضان مش لازم يبقى صرف كتير ولا ضغط على البيت، بالعكس شوية تنظيم يخلي الشهر أخف وأبرك. أنا بقسم تجهيزات رمضان على أسابيع عشان ما تعبش نفسي ولا الميزانية. رمضان مش كتر أكل، رمضان بركة، واللي ينظم بيته ربنا بيبارك له في القليل. حتى كرتونة البيض في أماكن كتيرة بتبيعها ب100 جنيه، في ناس بتبيعها أغلى، حاجة اللي هي الكبيرة خالص اللي هي وزن الكرتون 2 كيلو ب130 جنيه، بيور، حاجة نظيفة. البقوليات، الرز والمكرونة والسكر والسمنة والزيت واليميش وكل الحاجات دي في مبادرات عاملاها بأسعار كويسة جدا في كل المحافظات وفي كل حتة. وأكيد مننا ناس كتير قوي جابوا من العروض دي والحاجات دي، ولو ما جابوش الناس لسه شغالة وهيفضلوا طول شهر رمضان موجودين عاملين خيم ومناطق كده الكلام ده. وشهر رمضان بوادره الجميلة دخل علينا بحاجات وروحانيات جميلة جدا جدا. وربنا يبلغنا رمضان على خير، وكل سنة وانتم طيبين. الحمد لله رب العالمين، وربنا يديم نعمة علينا، وما شاء الله يبقى أيامنا كلها خير وبركة بإذن الله، ورخاء، والأسعار في النازل، وكله يتهنى، وكل عام وأنتم بخير. وطبعا الأسعار في اليومين دول معقولة جدا، حتى اللحوم والفراخ أسعارهم معقولة جدا، وده بسبب إن في تعب فيهم وفي أمراض اليومين دول كتيرة، فاللي عنده حاجة ما بيصدق إنه يخلص منها، فالأسعار في النازل. وأكيد في مننا ناس كتير خزنت الفاتحة اللي فاتت، واللي ما خزنش يقدر يلحق يجيب الوجبات بتاعته من دلوقتي. الفراخ أسعارها معقولة، واللحوم أسعارها معقولة. اللحمة الكبيرة والجملي أسعارها كويسة إنك تقدري تعملي منها المفروم والكفتة بتاعة رمضان. حتى الخضار أسعاره معقولة في السوق، الفترة اللي فاتت دلوقتي بدأت في الزيادة أهي.